السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مين فينا مش بتبقى محرجة لما الرز يعجن معاها، خصوصا لو عندها ضيوف؟ وانا النهاردة جيتلك بالطريقة اللي هتخلي الرز يطلع مستوي ومفلفل ومفيش رزاية لازقة في اختها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة على طول. اول حاجة عندي حلة على النار مسخناها كويس جدا، حطيت فيها شوية حلوين من الزيت، حوالي ربع كوباية من الزيت. وتقدري تستخدمي السمنة لو حابة، وتقدري تحطي زيت على سمنة على حسب ما تحبي. اهم حاجة الزيت اللي هتستخدميه ما يكونش ليه اي ريحة علشان طعمه ما يضايقناش في الرز. وكمان عندنا كوباية من الشعرية، هقلبهم على النار كويس واديهم تحميرة لحد ما لونهم يبقى دهبي معايا وحلو. طبعا الشعرية لازم نفضل نقلبها باستمرار علشان الشعرية واللسان عصفور اكتر حاجتين بيتحرقوا معانا بسرعة لو سهينا عليهم، فلازم نفضل واقفين جنبهم ونقلب فيهم باستمرار. عندي كوبايتين من الرز، يبقى كوباية من الشعرية عليهم كوبايتين من الرز. انا بحب احط الرز، بحب احط الشعرية نص الرز. يعني انا لو هعمل كيلو من الرز هحط عليه نص كيلو من الشعرية. تقدري تحطي ربع كيلو لو حابة من الشعرية، بس ما تقلليش عن كده. تمام. وبعد ما حطيت الرز هديله تقليبة محترمة على النار حوالي 5 دقايق، لحد اما الاقي صوته كده بيخروش في الحلة، واحس ان الرز المية بتاعته كلها اتشربت، واسمع صوت الخروشة بوداني. كده هيبقى الرز بتاعي سخن كويس جدا واتفلفل واتغلف بالزيت او المادة الدهنية اللي احنا حاطينها. وهيبقى يعني الرزاية سخنت جدا، وهتبقى خلاص يعني اللي هي يعني هتتحمر، بس انا مش عايزاها تتحمر، انا مش هديها لون، انا بنشف المية بتاعتها بس كويس جدا. هي دي بقى التركية اللي تخلي الرز معايا مفلفل. طيب، وكمان حطيت مية تكون سخنة مغلية. تقدري تحطي ميه من الحنفيه عادي، طالما مقلبه الرز كويس على النار والميه بتاعته نشفت تقدري تحطي عادي ميه من الحنفيه. بس انا في الوصفه هنا معاكم حطيت ميه مغليه، والميه يكون ارتفاعها عن الرز، او الميه تكون الارتفاع بتاعها فوق سطح الرز بحوالي عقله صباع. هسيب الرز يغلي معايا حوالي 5 دقايق لحد ما الاقيه بيتشرب بالشكل ده. هنا انا وطيت النار شمعة وسبته ربع ساعة، وبعدين قفلت طفيت النار وسبته يشرب ال البخار بتاعه، وبعدين فتحت عليه لقيته بالشكل ده. ايه رأيكم؟ في اسهل ولا احسن من كده؟ طريقة مضمونة جدا، هتخلي الرز فعلا معاكي مهما كانت كميته مفلفل وحلو قوي. امشي بس على التركات دي وامشي على الخطوات والمقادير، هتلاقي الرز زي الفل. كمان قبل ما نحط المية احنا بنحط الملح، ولو نسيتي الملح عادي بعد ما تحطي المية حطي الملح، ودي تقليبة واظبطي ملح الرز بتاعك. ايه رأيكم في الجمال ده؟ شكل الرز بتاعي بعد ما استوى مفلفل وطعمه جميل جدا، يتاكل حاف. شايفين مفيش رزاية لازقة في اختها ازاي؟ شايفين كل رزاية لوحدها اهو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف مليون سلامة.